رأيك لو قُلت لك طبق رِنجة وشوية بصل وليمون ورغيف بلدي سُخن يعدل المزاج، بس يا ترى الرِنجة دي ابتدت منين؟ القصة ابتدت في شمال أوروبا، يعني الرِنجة دي جاية من هولندا، في القرن ال14 الهولنديين كانوا صيادين شاطرين أوي، بس عندهم مشكلة إن السمك بيبوظ بسرعة، فاخترعوا طريقة كده عشان يدخّلوا بيها السمك ويعيش معاهم وقت أطول، ومن هنا سموها herring smoked اللي انتشرت في أوروبا كلها. الإنجليز والألمان بقى حبوها أوي، أوي. لكن المصريين دخلوها بطريقتهم خاصة مع شم النسيم اللي بيحتفلوا بيه من أيام الفراعنة. بس بدل ما كانت سمك مملح زي الفسيخ المصريين قالوا لك لأ، ندخنها ونخفف الملح شوية واعصر ليمون كتير وحط بصل يا عم وخلصنا. ومن يومها بقت الرنجة والفسيخ دول طبق رسمي في شم النسيم، وساعات كمان في المناسبات. يعني الرنجة من اختراع هولندي بسيط لأكلة مصرية شعبية ما ينفعش تبقى من غيرها. قولوا لي بقى، أنتم مع فريق الرنجة تاكلها كده زي ما هي والّا لازم تقلبها سلطة؟ وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان الحكاية الجاية أطعم من الرنجة والفسيخ بكتير.